مساء الخير يا شباب، أهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هوضح كام حاجة بسيطة جدا. الفيديو إن شاء الله مش هيطول. هو الفيديو هيكون عبارة عن إزاي تقدر تعمل حاجة اسمها financial aid، أو إزاي يعني تاخد كورسات مجانا من جوجل، أو من كورسيرا عامة. طيب ببساطة كبيرة جدا هنخش هنا نكتب كورسيرا. أنا هبدأ معاكم من البداية خالص. هتعمل حاجة اسمها لوجن. تمام. فأول ما بتعمل لوجين بتلاقي هنا مثلا، أو يعني بتلاقي start learning. فأنت بتخش مثلا هنا بكون عامل أكونت. أنا تركيا عامل أكونت، فده الأكونت بتاعي. نخش مثلا هنا. أنا في كورس مثلا عايز إن أنا أعمل له financial aid. هخش مثلا my learning، إن هنا دي الداشبورد اللي هيجيب لي الحاجات اللي. وطبعا تقدروا تقلبوها بالعربي، يعني لو الموضوع صعب ممكن تقلبوها بالعربي من خلال إن انتوا تيجوا هنا وتلاقوا. اوكي، هتعمل هنا ترانزليت. تمام، تقلبها بالعربي، تدوس عليها بالعربي. انا هنا مثلا انا عايز اكمل مثلا في كورس تاني في طيب خلينا كده. what is data science. في كده المفروض مثلا هنخش. تمام، ثانية واحدة. reset my deadlines عشان it's been for long، يعني ان انا ما دخلتش هنا لان تلقائي اخدت خلينا كده نخش مثلا على. تمام، تعال نخش على كورس مثلا خاص بالبروجكت مانجمنت. project management. اوكي، في مسز بينج هنا. هنا اول ما هتخش هتعمل مثلا سيرش. طبعا تقدر تعمل يعني انرول في حاجه، يعني enroll يعني تسجيل في الكورسات الخاصه بداتا اناليسيس. يعني انت مش محتاج ان انت تعمل حاجه مختلفه او حاجه زي كده في في حاجه معينه. يعني انت عاده، انا هوضح لكم. لو ما بتلاقي حاجه اسمها financial aid بتلاقي available. آه، تمام، خلينا كده مش عارف. تمام، دي مثلا جوجل داتا اناليتكس. بتلاقي حاجة هنا بقى اسمها already enrolled، بس أنا تلقائيا سجلت. فاحنا أنا عايز أجيب كورس أنا مش مسجل فيه. آه خلينا كده مع بعض. كمان هتلاقوا أكتر من كورس، يعني في كورس اسمه learn how to learn، ده كويس جدا. احنا خلينا هنخش كده. هنعمل مثلا نور في جوجل. أوكي، جوجل بروجكت مانجمنت. دي من الكورسات بتاعة الخاصة بجوجل. بتعمل أهو هنا حاجة اسمها financial aid available. طيب بعد ما تخش financial aid available هنا بيدخلك على صفحة تانية. دلوقتي أوضحها. تمام، ده بيقول لك التلات مثلا او الست كورسات الموجوده. انا عايز اختار الكورس ده مثلا، فبدوس هنا next. بعد كده بخش continue to the application. استنى بس يحمل. حلو، انا هبعت لكم ده في في الديسكريبشن عشان تاخدوا كوبي بس. بعد كده بتخش مثلا تختار كولج ديجري. انت الاديوكيشن بتاعتك هنا كولج ديجري، او ان كنت هاي سكول مش هتفرق كتير قوي. اهم حاجه الانوال انكم هنا تعمله زيرو وتدخل يو زي اللي هي العمله الخاصه بالدولار يعني وكده. آم، طب وهنا طبعا الامبلويمنت الحاله هتخليها طالب، وهنا تعمل ده وهتعمل نيكست بس كده. وفي 14 يوم بيجي لك ميل بيجي يقول لك ان انت حاليا مستعد ان انت تاخد الكورس فور فري، وكمان السيرتيفيكت بتبقى جايه لك عادي جدا، مبيبقاش فيها اي مشكله. كده تقريبا كان فيديو النهارده. الفيديو كان بسيط جدا عشان انتوا حابين ان انتوا تبداوا، عشان زي ما وضحت لكم احنا هنبدا كمان نشرح كام حاجه داتا اناليسيس واكسل ولما اخره. وان شاء الله بقى ممكن نخش في حته ماشين ليرنينج، يعني هتبقى حاجات خاصه ببروجكتات او حاجات بسيطه جدا تيبس اند تراكس. بس انا مش هقدر ان انا اشرح المعلومه كامله، او مش هتبقى زي لما تاخدها مثلا من كورسيرا او حاجه زي كده. الناس دي بيدوا الحاجات ساينتفك بطريقه حلوه قوي. فهيساعدك كتير جدا ان انت كمان تجمع معلومات اكتر. بس فده كان فيديو النهارده، واشوفكم في الفيديو. مع السلامه.